بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلينا كده ندخل زي ما احنا متعودين، اول 10 دقائق نبدا ندخل فيها على الصراحه. نشوف حد بعت على الصراحه على الانستجرام، حد بعت على الانستجرام. انتوا مش موجودين على الانستجرام ولا موجودين؟ ازاي مش موجود على الانستجرام؟ ايوه جدع جدع، برافو عليك. خلص اللايف من هنا تدخل على الانستجرام وتعمل فولو. اكيد دي حاجه جميله جدا. ماشي، وده الاكونت. ايوه ده الاكونت. في رساله وصلت بس مش عارف يعني. ماشي، زي ما احنا متعودين هي تقريبا في الغالب بتبقى فرماني يعني. اوكي. صباح الخير يا مستر او مساء الخير على حسب الوقت اللي تفتح فيه المسج، حسب بدايه فيديو. بس جميل. كنت حابب اسال على مشكله عندي. انا لما بحب حد حقيقي بدمنه، بس بحبه بس وبغير عليه جدا، وبيبقى هو اولا وباقي الناس اللي في حياتي مش مهم مهما كانت مكانتهم. ايه لدرجه الشخص نفسه بيتخنقوا في الغالب، مش بنكمل مع بعض فتره كبيره. بس لما بحب من قلبي جدا، او ببقى عندي وفاء وانتماء للحد ده قوي، وده بيخليني ما يبقاش عندي اصحاب كتير ولا حبايب، والحوار عامل لي مشكله نفسيه كتير جدا. ممكن تقول لي ايه الحل؟ طيب يعني بص، هو حلو يعني، في جانب حلو وجانب وحش. طبعا احنا عارفين المثل اللي بيقول لك ايه، الشيء اللي لما يزيد عن حده بيتقلب لضده. فانت بتحبي حد، حلو انك تحب حد، بس ما تخنقوش بالاهتمام الزياده. آه انا مش عايز اتطرق لاجزاء تانية، بس خلينا في الاصحاب. يعني خلينا نتكلم عن الاصحاب عشان خاطر نتعلم من الدروس المستفاده من اللايفات اللي فاتت يعني. فخلينا بس نتكلم فكره الاصحاب. الصاحب لما انت تهتم بيه زياده عن اللزوم، هو هيحس بالخنقه، هيحس ان متضايق. انت ليه مهتم بيه بالدرجه الكبيره دي؟ فبالتالي مش حلو انك تهتم بيه بالدرجه الكبيره. لا، اهتم بيه وخليك وفي. مش معنى كده ان ما تكونش وفي، لا، ده انا اكون وفي واكون صاحب جدع، ولو احتاجني ان انا اديله اللي هو عايزه ومش عارف ايه. بس مش معنى كده ان هو وينتهي العالم. لو شفت اللايف اللي فات، ما اعرفش حضرتك يعني، لان في الصراحه فمش ظاهر عندي اسم ولا بيانات ولا اي حاجه. فلو حضرتك شفت اللايف اللي فات هتتاكدي ان احنا كنا، او اللي قبل اللي فات، احنا بنتكلم عن فكره ان بلاش تعلق نفسك باشخاص، وبلاش تحط الشخص دوت ان هو لازم يحل معاك كل مشاكلك، ولا تعمل له حاجه علشان خاطر هو يردها لك. واتكلمنا عن الجزء دوت بشكل كبير جدا. فكره هل اكره الناس ولا ما اكرههمش، وهل ينفع ان انا اكرهه ولا ما ينفعش. ولو تفتكروا التعليق بتاع استاذه هيام المره اللي فاتت، قالت ايه؟ انا لو كرهته اصلا معنى كده ان انا حاطاه في دماغي، فاذا هو واخد حيز في تفكيري. ف خلي بالك. ما انا اسف في الكلمه، ولكن اللي انت عاملاه ده اسمه دلجه. انا مدلوج. يعني صاحبتك اللي انت مدلوجه عليها جامد دي، هي هتتضايق منك، هتبقى بالنسبه لها الموضوع خنجه. فاعملي بالانس في الموضوع، وزن الموضوع. بالعكس، انا اصاحب دي واصاحب غيرها، علشان خاطر لو عملت معايا حاجه وحشه، خلاص انا مش معتمد عليك ان انت ايه اللي دايما في حياتي. فاهمه؟ يعني انا مش عايز استطيل في الجزئيه دي، لان اتكلمنا عنها في اللايف اللي قبل اللي فات، فممكن ترجعي لها في اي وقت. اوكي.